السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج فانتزي تيبس بالعربي. كنا واخدين اجازه الفتره اللي فاتت بسبب الامتحانات وكده، واستغلينا توقف الماتشات ده عشان نلحق نذاكر شويه. اظن حضراتكم اكيد عارفين الموضوع ده، والنهارده نقول لكم اهم اللعيبه المحتمل تتالق للجوله ال 22. يلا بينا. اول لاعب معانا هو بيير ايمريك اوباميانج، متصدر سباق الهدافين ب 14 هدف، عامل كمان 5 اسيستات وشايط 54 شوطه وخلق 21 فرصه. بس يركز شويه عشان الماتش اللي فات قدام فولم مضيع لوحده 4 انفرادات، ولحق الناس بعد ما كان هيجيب لهم نقطه بجون جابه في اخر الماتش. ماتشه الجاي قدام وست هام، دفاعهم في الشلاحات وبيدخل فيهم اجوان من الكبير للصغير، ودي فرصه اوبا ان هو يامن صداره الهدافين لنفسه. ثاني لاعب معانا هو محمد صلاح. محمد صلاح مع ليفربول حاليا بيلعب مهاجم صريح، وهو في اللعبه نازل نص ملعب، ودي حاجه حلوه جدا. غير كده ليفربول بعد الخساره الاليمه قدام مانشستر سيتي هيحاولوا ان هم يركزوا في الدوري وما يخسروش اي نقط، عشان كده صلاح هيبقى اوبشن كويس جدا. ده غير كمان ان هو بينافس على صداره الهدافين، فده موضوع تاني خليك تشتريه وانت مغمض. يعني محمد صلاح ارقامه كويسه جدا، على مدار 21 مباراه مسجل 13 هدف، عامل 8 اسيستات، شايط 69 شوطه وخلق 44 فرصه. ماتشه الجاي سهل قدام برايتون، فاعتقد ان هو هيسجل باذن الله. ثالث لاعب معانا هو ريتشارلسون. ريتشارلسون كان عنده ماتشات صعبه ما كانش بيجيب فيها نقط، والماتشات اللي جايه سهله جدا ومش عارف ليه الناس بتبيعه. سعره حاليا 6.9. ماتشه الجاي قدام بورنموث على ارضه، بورنموث بيستقبل اهداف كتير قوي، وارقامه مش وحشه على مدار 19 مباراه، 9 اهداف، عامل اسيستين، شاط 48 شوطه وخلق 11 فرصه. اعتقد ان هو يبقى اوبشن كويس جدا للجوله الجايه والجولات اللي بعد كده، لو ما اشتريتوش اشتريه. رابع لاعب معانا هو اجويرو. الناس القديمه في الفانتزي عارفه مين هو اجويرو. اجويرو معروف ان هو بيغيب، والناس تفتكر ان هو خلاص انتهى ومش هينافس على الهداف، ومره واحده يرجع بهاتريك او بسوبر هاتريك. جاب ماتش مهم جدا قصاد ليفربول الجوله اللي فاتت، وبنتوقع ان هو يسجل تاني قصاد وولفرهامبتون الاسبوع ده. ارقامه كويسه جدا على مدار 17 ماتش لعبهم، 10 اهداف، 7 اسيستات، شاط 66 شوطه وخلق 21 فرصه. اجويرو بنسبه كبيره جدا هيسجل في شباك وولفرهامبتون الاسبوع اللي جاي. واخيرا معانا ماركوس الونسو. كان بادئ الموسم زي الصاروخ ومش بيبطل يجيب نقط، وقلت ده هيخلص الفانتزي بسعره يبقى 9 مليون ولا حاجه، ولكني اتفاجئت ان هو مستواه ما قلش، ولكن حظه اللي بقى زي الزفت. كل ماتش يشوط شوطه يا بتيجي في العارضه، يا اما الحارس بيصدها، يا اما بتيجي فوق العارضه بشويه، حاجه زي الزفت. ولكن الماتش الجاي قصاد نيوكاسل اتوقع ان الونسو يرجع ويجيب شويه نقط زي الاول. ماتشاته 21 ماتش، 10 كلين شيت، عامل 7 اسيستات، وده رقم عالي جدا بالنسبه لمدافع، شايط 31 شوطه وخلق 19 فرصه. ارقام هجوميه عاليه جدا بالنسبه لواحد مدافع، فده بيبرر ليه هو سعره 6 و8، ورخص جدا، كان سعره وصل تقريبا 7 مليون. فاللي عندهم ماركوس الونسو اصبر عليه الجوله دي، اتوقع ان هو يعمل حاجه قصاد نيوكاسل ان شاء الله. اما بالنسبه لاختيارات الكابتن، فالكابتنه الامانه تتمثل فيه 3 اختيارات: محمد صلاح قصاد برايتون، هازارد قصاد نيوكاسل، واجويرو قصاد وولفرهامبتون. اما عشاق المخاطره يقدروا يكابتنوا هاري كين قصاد مانشستر يونايتد. كده يا جماعه خلصنا حلقتنا النهارده. ما تنساش بقى لو الحلقه عجبتك تظبطنا لايك وسبسكرايب وتدوس على الجرس وشير في الخير عشان الحلقه توصل لكل الناس. واحنا موجودين على الفيسبوك، تويتر، انستجرام، لينكاتنا موجوده في الديسكربشن. تابعنا عشان يوصلك اخبار الفانتزي اول باول. شكرا جدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.